Golovkin, you are next, my قد friend. تكون هذه المقدمة هي المقدمة الأكثر رعبًا التي ستسمعها في تاريخ ملاكمة المحترفين. As a professional, also a perfect record. 35 fights, 35 victories, including 32 wins by knockout, including 22 consecutive KOs, and he has KO'd every opponent he's faced over the last 8 years. This Olympic medalist from Karaganda, Kazakhstan, is the reigning, defending, undefeated, universally recognized, true middleweight champion of the world, Gennady Golovkin, a.k.a. Triple. في الفترة الأخيرة أصبحت آسيا الوسطى موطنا لبعض أعظم الرياضيين في الرياضات القتالية، وده بسبب ظروف البلاد ونوعية الحياة السيئة لعديد من الشباب أجبرتهم الحياة وقسوتها على الالتزام بالفنون القتالية. وعندنا هنا أمثلة كتيرة جدا: أرتور بيتربيف، إسرائيل مادريموف، ديمتري بيفول، وطبعا أغلبية أبطال اليو اف سي المشهورين. ولكن قصة النهاردة بتبدأ من كازاخستان. كازاخستان دولة تاريخية كبيرة ومعروفة بسكانها المسلمين الكبار، وتاريخها المعقد مع الاتحاد السوفيتي سابقا. اتولد تريبل جي في 8 إبريل 1982. كان هو واحد من 4 إخوة، وكان ليه أخ توأم اسمه ماكسيم. بيفتكر جنادي إن هما كانوا بيلعبوا في الشارع كتير، بس جنادي كان بيحب الرياضة جدا، basketball and soccer, just big interest for small child. ولكنه كان بيحب الملاكمة على وجه الخصوص، وأصبحت جزء كبير جدا من حياته لأن إخواته كانوا بيجبروه على إنه يتفرج على معارك I كبيرة. remember I watched TV. My brother like my older brother like just watch TV every time. Mike Tyson, Muhammad Ali, Sugar Robinson, Brett Leonard, Muhammad Ali. That's a lot of great names. وفي 1990 كان جنادي يبلغ من العمر ال8 سنوات، وساعتها فقد أحد إخوته الكبار، قتل أثناء خدمته في الجيش الروسي. وبعد 4 سنوات فقد أخوه الكبير التاني وبرضه أثناء خدمته في الجيش الروسي، وكده ما بقاش فاضل ليه غير أخ واحد وهو أخوه التوأم ماكسيم. وفي المرحلة دي بدأ جنادي وأخوه التوأم التدريب على الملاكمة، والاتنين كانوا ممتازين وحققوا نجاحات كبيرة في ملاكمة الهواة. ولكن الدنيا ما بترحمش، وكان لازم واحد بس فيهم هو اللي يكمل عشان إخواتهم الاتنين الكبار ماتوا في الحرب. فقرر أخوه التوأم هو اللي يسيب الملاكمة عشان يصرف على العيلة. It was decided when Gennady's the oldest by 15 minutes. It was decided when they wanted to turn pro that one of them would stay back and take care of the family. So it was decided because the other 2 brothers died in the war. Yeah. The older brothers. So it was decided that because Gennady was older, he was chosen to be. ومن اللحظة دي وهتبقى الملاكمة هي كل حياة جنادي جولوفكين. اجتهد واشترك في أولمبياد أثينا 2004 وأظهر موهبته للعالم كله علشان يشوفه، وفاز بالميدالية الفضية. وفي 2006 ظهر لأول مرة جولوفكين كملاكم محترف وظل يكتسح كل خصومه. وبعد كده في 2010 انضم إلى مدرب الملاكمة المشهور أبل سانشيز، وهنا سيقضي تريبل جي على ميلتون نونيز ويسقطه بالضربة القاضية في 58 ثانية فقط ليحصل على بطولة العالم، ويكون ده أول لقب لجولوفكين. في 2012 بعد أن خاض معظم مسيرته الاحترافية في ألمانيا، سيحصل جولوفكين على فرصة لصنع اسم لنفسه، فرصة للقتال على ال HBO وأمام جمهور أمريكي. It's not going to be like the first fight, wondering who might be winning on points, maybe a punch here or there. Golovkin comes to knock you out. وفي أول ظهور ليه في ال HBO جولوفكين بيقول للوزن المتوسط كله إنه هو هنا وموجود، لأنه هزم في الوقت ده مقاتل قوي جدا، وتم القضاء عليه في الجولة ال5 بإيقاف الحكم المباراة. How tough is Proxy? No, the referee stops it. No match for Gennady Golovkin. First fight here in America. How do you feel after this kind of a performance? This is my dream in fighting in HBO, on HBO, and at America. I'm happy. I'm happy now. It might be difficult for you to get guys to get in the ring with you right now. You told me yesterday that you'd fight anyone from 154 to 168 pounds. Seriously, it doesn't matter who next, you know. I'm ready. I'm stay here. I'm in America. He's a lion, and tonight he had a chance to achieve a dream, to fight in the United States. ومن هنا أصبح تريبل جي
كابوس مرعب للوزن المتوسط كله، لأنه في النزال ده كاد أن يقتل خصمه قتلا لولا إن المدرب استسلم. And that's it. The fight is all over. They've stopped the fight. What happened was the corner stopped the fight. ومن ساعتها كده وبدأ اسمه يلمع، وبدأت تظهر قصص من شركائه في التدريب. Walk into this gym, it's like 200 degrees in there. They've got these big like fire furnace things on. Like, Gennady likes to train with the heat on. I was like, of course he does. Like, Gennady likes to do 4-minute rounds. Of course he does. Is that okay with you? Of course it's okay with me. You show no weakness. I'm thinking, no, 4-minute rounds. Like, it's so hard to breathe at Big Bear. You're 10,000 feet above sea level. They're like, so Gennady wears this, like he's just like, he got that phenomenal power. It must all come from his lats or something, big whip. And I just hear this crack. I was like, that's my rib. That feels a little bit broken. بسرعة كبيرة أصبح تريبل جي أحد أكبر الأسماء في الملاكمة. Come Saturday, I'm gonna. Gennady. I have just one question. Hey man, are you serious right now? وخلاص العجلة دارت وبقى بيوقع أي حد He بيلعب. punched so hard, man. He punched through the headgear, man. He has freakishly unreal power. You can't even implement your game plan because he hit so hard. Just the consistency of it, you know what I mean? Every punch, his power didn't dwindle. His jabs, there's just some, felt like you've been hit with a right hand. Like, dude, literally feel like he has something in his gloves. Even like the small partners, they're like, bro, like we block him, we got bruises all in the arms the next day. I guess he just got dense bones or something. He's small with bigger guys. He's still hurting them. Yeah, it hurts. It hurts. Every punch he throws is a hard shot, even the jab. Abel's like some sparring with big guys. That's why we down here. I'll fight at 75. He fights at 68. He likes some sparring with big guys. Smaller guys can't handle his punching power. Take care. تريبل جي كان دائما مبتسم وسعيد، ولكن بداخل الحلقة الموضوع بيختلف تماما وبيتحول لوحش. Beat him, you know, like punish him, yeah, beat him. You want street fight? Let's go. I show you right now. We have time. We have 12 rounds. I show you every round. أسلوبه في الضغط المستمر كان بيخلي أي حد يقابله كخصم يتعب ويوصل للإرهاق في آخر الجولات. وفي 8 سنوات ما بين عامي 2008 و2016 تريبل جي هيخوض 23 نزال، وال23 نزال فوز وكلهم بالضربة القاضية. 8 سنوات. February 1st, you're fighting yet another opponent that's tough but not well known. Top 5 middleweights don't seem to give you much competition. Top 10 middleweights seem to offer almost no resistance at all. تريبل جي كان بيطمح انه يلاعب الاسماء الكبيرة في الوزن ده. Still, Max, I'm still champion. Just, of course I need big name or big fight. ولكن كان كل الناس خايفة منه، حتى الاسماء الكبيرة. Gennady Golovkin is sitting here ringside. Do you have interest in that fight? تريبل جي ما كانش لاقي خصم حقيقي وقوي ان هو يواجهه، لان مين مجنون هيخاطر بكل القابه في مواجهة وحش زي ده؟ لان كل ملاكم قابل تريبل جي قبل كده كان بيلاقي مصير سيء ومرعب، الا ملاكم واحد هو اللي قبل بالتحدي وبالخطورة دي. In 2005 in Guadalajara, Mexico, at the age of 15, he turned professional. 6 years later, he won his first world title. Here is boxing's biggest attraction, the pound-for-pound king, Saul Canelo Alvarez! Is there anything that scares you, Canelo Alvarez? What frightens you? Nothing about boxing. No. This is what I love. القتال اتحدد وتمت الموافقة عليه بين 2 من أعظم المقاتلين، كانيلو ألفاريز وتريبل جي، وساعتها القتال ده كان يعتبر هو أهم حدث في الملاكمة. 50-50? I think Canelo beats Triple G. Canelo's a very slick counterpuncher, and Triple G is not particularly fast. Triple G. Really never seen Canelo actually get hit, and that's a big test for him. Triple G's gonna knock the
out of Canelo. Okay. I know about them Kazakhstan, Uzbekistan, and Russian fighters, yeah, you got man. no Canelo part don't want none of that. I know boxing. This is what I do. Canelo knocks Triple G out. تريبل جي كان داخل القتال ده، واغلب وسط الملاكمه مرشحينه هو للفوز اكتر. المقاتل الكازاخستاني كان بيدعي ان هو داخل يعمل عرض ترفيهي للجمهور. A lot of fight. I'm fighter. You know, this Mexican style is my style. You know, because a lot of drama, a lot of big show, this big present for fans, for everybody. You know, this is Mexican style. ومع مجموعه مهارات تريبل جي التي تضمنت ضربات قوية هائلة كان بيستخدمها لصعق خصومه، ودقنه الحديدية اللي انت لو ضربت فيها من هنا لحد الصبح مش هيحصل له اي حاجة. وكمان بجانب لياقته العالية جدا اللي بتخلي خصومه ينسحبوا قدامه، وضيف عليهم كمان ذكائه في الحلبة والكنترول العالي وخبرة قتالية عالية جدا وتفاني في التدريب لأقصى حد. وعلى الرغم من ان جولوفكين اصله كازاخستاني الا انه كان متأثر جدا بالمقاتلين المكسيكان القدامى. What about you? For so long now, you've been criticized for not fighting Triple G as though you would duck a fighter when you were telling everyone all along, your promoter said this is the way the business needs to get done. Now that you're going to fight Triple G, what would you like to say to your fans? Yo nunca le he tenido miedo a nadie desde los 15 años que peleó profesional. I've never feared anyone. Cuando nací yo ya se había repartido el miedo. When I was born, fear was gone. اليوم الموعود بدأت المباراة والأجواء متوترة، وبيبدأ معاها ضغط قوي من كانيلو، وبيحاول بقدر الإمكان إن هو ما يقعش في الزاوية بتاعة تريبل جي. ولكن بعد كام جولة كانيلو لقى نفسه في موقف دفاعي، وغالبية الوقت كان موجود على الحبال بكومبوهات قوية من تريبل جي. كانيلو كان بيبدأ كل جولة بقوة، ولكن في نهاية الجولة كان بيتباطأ، وتبدأ هنا تبان وتظهر قوة تريبل جي الحقيقية. سيطرة على المباراة مع مسك نص الحلبة مع هجمات قوية ومتتالية من جنادي، ولكن في آخر جولتين بدأ يستجمع كانيلو قوته تاني، وقدموا لنا واحدة من أفضل الجولات في التاريخ، وكل العالم ساعتها كان منتظر فوز تريبل جي. Adelaide Bird scores it 118 to 110 for Canelo. Dave Moretti scores it 115, 113 for Triple G. And Don Trella scores it 114, 114. This is officially a draw. A draw almost always gets booed. It shouldn't be that way, but it is disappointing on both sides. There is no way you can watch this fight and see 10 rounds for Canelo Alvarez. That scorecard submitted by Adelaide Bird is one of the biggest embarrassments that I've seen. I had it 115, 113 for Triple G, but the reality of the situation is that this has been tarnished by a judge that clearly had no business judging the fight. They didn't know what the hell they were watching. They weren't watching a boxing match tonight that everybody else, millions on pay-per-view and thousands in attendance, were watching. 118 to 110 for Canelo. Officially a draw. Money, there's money to be made in the casino business, but there is an oversight board to make sure there's no corruption. There's no oversight board in boxing. Should be working again. Should be working again. الدنيا ولعت ما بين الاتنين، والمرة دي تريبل جي مش جاي يهزر ولا يقدم عرض للجمهور زي المرة اللي فاتت، والاتنين قدموا لنا مباراة مستوى عالي جدا من المهارة والتكتيك وتغيير في الخطط وتغيير في طريقة اللعب من كلا الملاكمين. نزال لحد وقتنا هذا بيدرس، ولكن النزال ده كان على عكس النزال اللي فات، وتريبل جي هو اللي استجمع نفسه في الآخر. ولكن الاتنين كانوا بيلعبوا ملاكمة حقيقية وقدموا للجمهور نزال قوي جدا، مستوى عالي جدا. وحانت لحظة إعلان النتيجة. By majority decision and new WBC, WBA, IBO Ring Magazine middleweight champion of the world, Saul Canelo. بعد انتهاء النزال والحكم رفع ايد كانيلو، تحس هنا ان هو خلاص ارتاح، فهو حاسس انه خلاص بفوزه قضى على تريبل جي. If you're really boxing fan,
you know who is the real champion. Él pretende ser una buena persona aquí, te muestra una cara y detrás es otra, esa es la verdad. Una persona tiene que ser como eso, donde quiera que esté y quien esté, y él no lo es. وظل كانيلو يفوز ل4 سنوات متتالية. ولكن كان لازم نضع حد للأسطورة دي ونشوف مين هو الأسطورة الحقيقية فعلا، تريبل جي ولا كانيلو، وفعلا يتحدد ليهم النزال الثالث والأخير. ولكن للأسف هنا أسطورة تريبل جي. ولحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها وبعمل لك فيها الفيديو دي، ده كان آخر نزال في مسيرة تريبل جي. ولكن مشجعين الملاكمة الحقيقيين مش بيبصوا للتريبل جي على نتائج آخر نزال، فهم شايفين إن تريبل جي أسطورة حقيقية ورجل مرعب ومتوحش وصاحب أخلاق عالية وكلنا بنحبه. وأنا ككوتش مهنا أنا واحد من أكبر المعجبين ومن أكبر المحبين لتريبل جي، ذا بوجي مان، بعبع الملاكمة، الرجل الذي لم يسقط أبدا. أنهى مسيرته وكان هو صاحب أعلى معدل ضربة قاضية في فئة الوزن المتوسط كله بنسبة 88%، والنسبة دي هي الأعلى في تاريخ الوزن المتوسط حتى الآن. جنادي جولوفكين، شكرا على كل اللي انت قدمته لنا.